اكثر شيء ما قدرت اسويه وتتغير نفسيتي سببه كوني كشاب، فبحكم ضغط وشغل الفتره المضت هو الزيان اللي صار لي ما يقارب الشهرين يمكن مسوي، والحمد لله قدرت ازين وغير تسريحتي من بعد ما كنت معتمد على هاي التسريحه سابقا. وسولفوا لي بالتعليقات يا ولا احلى علي. وراها مباشره قررت اتوجه لواحد من اصدقائي الناجحين من بعد يوم متعب بالنجف والسبقه غير المحافظات. صعدت التاكسي وكان منظر غروب بغداد حلو، ووصلت المكان الجديد واول ما دخلت حسيت نفسي غلطان بالعنوان لحد ما طلع لي حسين مستقبلني. صعدت السطح وشفت هالوجوه الطيبه وهاي نبذه بسيطه من محمد وسام عن اللي راح يصير بالايام القادمه. شنو ناوي تسوي هالسته؟ والله اخوي يعني نواد بس؟ نواد الشباب ومنطلق. تمام. الكل شاب عنده فكره وحاب يتدرب. حلو. راح اشوف شيء مخلص. تمام. انتظرونا عن قريب. موجودين في شارع فلسطين يم الجامعه المستنصريه بالفرع مع جمعيه المترجمين. والنعم. حبيبي حياك. كل التوفيق. وراها قعدنا بالسياره نفكر وين نروح، كنا حايرين الى ان قررنا نروح المول القاهره وناخذ لنا فربي، وقررنا نطلب اكل من جمره ودفعت على الماستر لان كنت جوعان شويه. وبعد 20 دقيقه طلع الطلب واكتشف الزاويه تصوير يمكن تخطر على بال احد. وبعد ما كملنا اكلنا طلعنا حتى نتوجه المكان ثاني ونفصل بيه، وكان الاختيار على الترا سايبر كافيه اللي اول مره صراحه ازوره. ونزلنا شاينا وقابلني محمد ولعبنا ورق بدون ورقه وقلم، واخير شيء فزت عليه وصار لازم نودع. وبالطريق وجسنا شويه ومحمد كان على راي ثاني.